صباح الخير. البنت النهاردة بتقولي أنا عرفت إن بابا بيشتغل شغلانة صعبة قوي، حطني في موقف في نص هدومي، وأنا طول السنين دي كلها فاكرة إن هو حاجة وإن معيشتنا دي حاجة، ولكن عرفت إن بابا في الآخر بيشتغل حاجة تانية خالص. آخر وظيفة تخطر على بالي إن أبويا أنا اشتغل الشغلانة دي. اللي هتسمعوه النهاردة ده صدمة لأي حد بيتفرج عليا، خصوصا أنا مصدومة إن في بنت تتكلم على أبوها بالطريقة دي. تقولي أنا بنت عايشة عمري كله مرفهة، كل احتياجاتي بتجيلي لحد عندي، ما عنديش أي شيء خالص. للأسف الشديد جدا بابا طول عمره معودني إن أنا أي حاجة أتمناها بعمل كده، بس كده الحاجة دي تبقى عندي. أحدث موبايل، أفضل لابتوب، أحسن جامعة دخلتها في مصر، أحسن تعليم، كل حياتي ماشية تمام. لحد ما جيت في سنة تانية جامعة ماما تعبت قوي وتوفاها الله، وبابا هو اللي بدأ يرعانا لوحده ورفض فكرة الجواز وسخر حياته كلها ليا أنا وأختي التانية. إحنا أختين بنات، أختي في ثانوية عامة وأنا الكبيرة. لكم أن تتخيلوا يا جماعة البنت دي جاية تفجر مفاجأة عن أبوها اللي بالصدفة البحتة، الصدفة عرفت بيشتغل إيه، فشايفة إن ده قمة العار اللي انت عملته فينا يا بابا. هي ليها حق، بس برضو اسمعوا اللي حصل. البنت دي بتقولي أنا حبيت ولد معايا في الجامعة وارتبطنا ببعض، وأنا عارفة إن أبو الولد ده بيشتغل في بوزيشن عالي أوي في البلد، وضعه حلو جدا. وعرفت كمان إن أبوه عنده سواق وعنده مصانع، وأبوه ما بيسوقش عشان هو شخصية معروفة، وعنده عمال بيشتغلوا تحت ايديه ودنيا وليلة كبيرة قوي. يعني الراجل مالتي ملياردير والوضع المادي كويس جدا، وأسرة الولد ده واو. فطبعا البنت بصت لمستوى أعلى، بوزيشن أفضل، وضع أفضل. والبنت دي بتقولي بابا بيمتلك مجموعة شركات للعمالة اللي بيشغلها تحت ايده، الأمن والسكيورتي اللي بيوزعهم على المصانع والحاجات دي. أبوها اللي ماسك المجال ده كله وعنده البيزنس بتاعه الخاص. يعني الراجل فعلا مستواه المادي كويس، هو كمان وضعه تمام وأموره تمام. نيجي بقى للمشكلة. البنت دي اكتشفت حاجة، يعني أنا مش عارفة هل هي حاجة عيب، حاجة عادي، حاجة لأ، معرفش. بس بالصدفة عرفت إن أبو الولد اللي بتحبه يعرف أبوها، والولد نفسه يعرف أبوها. فكانت فرصة سعيدة تعرفوا على بعض الاتنين، والاتنين مبسوطين والاتنين حلوة قوي مع بعض.
راح الولد مكلم ابوه: انا عايز اخطب زميلتي في الجامعة فلانة الفلانية. ايه ده انا عارف ابوها ده، ونعم الرجال ونعم الاخلاق، يلا نروح شوف البنت. فبتقولي جم البيت زارونا وشافونا، تعرفوا علينا واتفقنا على ميعاد خطوبة، وبابا طلع عارفهم وكل الامور ماشية تمام، واتخطبنا وزي الفل، مفيش حاجة خالص. في يوم كنت خارجة أنا وخطيبي عادي جدا، قاعدين مع بعض في مكان بناكل وبنتكلم، لقيته كان بيتكلم عن الكفاح والتعب، وقد إيه بيحب الراجل اللي بيبني نفسه من الصفر، وإنه اتولد لقى أبوه غني بس على الرغم من كده مش بيعتمد عليه كتير، وهو زيه زي أي شاب والكلام ده كله. لحد ما اتفتحت سيرة أغرب حاجة، البنت بتقولي أنا أسمع، لقيته بيضرب المثل ببابا. على سبيل المثال يا فلانة، أبوكي زمان كان يعني بيشتغل أمن حراسة في الكومباوندات، وأيام ما كان شغال أمين مخزن مش عارفة في إيه، وشغال بتاع حراسة في إيه وإيه، وأبوك اتمرمط وأبوك شال وحط لحد ما يوصل النهاردة لمكانته. النهاردة فاتح شركة أكبر شركة أمن في مصر، هو اللي بيصدر العمالة بتوعت توظيف الأمن للكومباوندات والمولات والشركات والشخصيات العامة. أبوكي كان أكبر مثال، ده أبوكي كان زمان اشتغل عند بابا في الحتة الفلانية، ومن ساعتها بقوا أصحاب، وهو الواد كان بيتكلم عادي جدا. ولكن البنت صعقت لما عرفت إن أبوها كان بيشتغل كده زمان أوي، وكمان لما عرفت إن هو كان بيشتغل تحت إيد أبوه صعقت أكتر، وما كانتش تعرف أي حاجة عن الحاجات دي، إن أبوها زمان كان شغال حراسة في إحدى الأماكن. وأنا مش عارفة بصراحة إيه العيب البنت بتقولي أنا جيت واجهت بابا في البيت، قلت له هو أنت فعلا كنت بتشتغل كذا كذا كذا، واشتغلت عند الراجل ده كذا كذا كذا، والنهاردة أنت بقى عندك الحاجات دي، والراجل ده غني وهو اللي ساعدك وهو اللي اداك الفلوس وهو شغلك ودخلك في المجال ده؟ قال لها اه. مين قال لك الكلام ده؟ قالت له خطيبي. انت ليه خبيت عليا؟ قال لها خبي عليكي ايه؟ انا مفيش حاجه مخبيها عليكي، انت كده بتقلل مني، انت كده بتخليهم يعني احنا كنا حرس عندهم زمان، يعني احنا اقل منهم والبنت قلت ادبها على ابوها كده. الاب صعق من الكلام، خدت بعضها اتصلت بخطيبها، فركشت الجوازة او الخطوبة، قطعت علاقتها بيه تماما. بعد تقولي ابويا النهارده في حزن شديد، نام صحي بيعاني من جلطة في القلب وكان هيموت، ودينا المستشفى وعمل عملية يعني عملية في القلب، مش فاكرة ايه نوع العملية اللي كان بالك. الأب تعب جدا، وبتقول أنا السبب في زعل بابا، وأنا خطيبي مش لاقي أسباب إن أنا فركشت، ولكن أنا شايلة في نفسي جدا وعارفة أو خايفة بعد الجواز يجي يعايرني يقول لي أبوكي كان بيشتغل عندنا، وأبوكي وأبوكي وأبوكي، وأنا مش عارفة أكمل في موضوع زي ده ولا أنا صح إن أنا فركشت. ومع العلم إن هما دلوقتي مستعطفين موقفي عشان أبويا في المستشفى ولسه يدوب خارج ما بقالوش كام يوم، وأنا مترددة مش عارفة أعمل إيه.
فهي بعد تاخد رأينا هي ليها حق ولا ملاش حق. أنا عايزة أسمع آرائكم طبعا طبعا، لا شك، لأن كل تفكير إنسان مختلف عن التاني، فأنا هسمع آراء مختلفة. أنا من وجهة نظري أنتي واحدة قليلة الأدب، أنتي تروحي تتكلم مع أبوكي وتقولي له هو أنت كنت زمان بشغال بتحرس مش عارف إيه ورايحة تعايريه عشان النهاردة هو اللي يعني سف التراب زي ما بيقولوا، النهاردة معيشك في مستوى وجايب لك أحدث موبايل وأحدث لابتوب على كلامك وأفضل جامعات وحياة حلوة، والراجل مرفهك ومعيشك برنسس. دي جازات بابا تعملي معاه كده؟ انتي مين قالك ان الرجولة ما بتجيش بالشقة؟ مين قالك ان كل الاغنياء اغنياء العالم اللي شايفاهم النهاردة اغنياء ما كانوش في يوم من الايام بيسفوا التراب؟ مين قالك ان هم اتولدوا في بقهم في معلقة من ذهب؟ ده اللي قالك كده او وصلك المعلومة دي فاشل. وحتى لو واحد اتولد ولقى اهله اغنياء، جده او ابوه او ايا كان مين هو اللي كان السبب في الغناء اللي هو فيه النهارده، ان سف التراب ونحت في الصخرة عشان يبقى معاه فلوس وضعه يبقى بالوضع ده. فانت لو في تفكير في دماغك ان احنا كبشر الفلوس هي اللي عامله لنا قيمه مش احنا اللي بنعمل قيمه للفلوس، تبقى انت واحده، انا اسفه بجد، انا اسفه انها غلط، مش واحده غبيه. غبيه ان الغباء ده نسب، في فرق. انا لما اقول لك غبيه بشتمك، في فرق اقول لك غبيه انك ما فكرتيش 1%. ابوكي راجل شقي، تعب، نحت في الصخر، سف التراب، اشتغل شغلانة محترمة شريفة، جاب قرشه بالحلال، عمل شركاته بالحلال، وبقى في الوضع اللي هو فيه النهاردة عشان يخليكي برنسس ويعيشك ويديكي فلوس وتروحي وتيجي وتعيشي وتخلي الناس دي تبصلك، وخلاكي بني آدمة ذات قيمة عشان الناس دي تبصلك. والنهارده رايحة تعايري أبوك تقولي له هو أنت خبيت عليا؟ هو أنت إزاي ما تقوليش؟ يعني أنت كنت شغال خدام عندهم؟ إيه ده؟ إيه مستوى الحوار المتدني اللي أنت وصلتي له ده؟ أنا شايفة الغلط جاي من عندك، وعندك قلة ثقة في نفسك، وعندك غرور، وللأسف يمكن الحاجة اللي أبوكي معرفش يربيكي فيها أو يعني ما كسرهاش عندك حتة إنك شايفة الناس بفلوسها أو بالعربية اللي راكباها أو بالمكان اللي عايشة فيه. لا، إحنا اللي بنجيب الفلوس، إحنا اللي بنجيب العربيات، إحنا اللي بنجيب البيوت، إحنا اللي بنجيب كل الكلام ده. مش الفلوس هي اللي بتجيب البني آدمين. الناس دي لو قعدتي معاها وسمعوا عقليتك دي وأفكارك دي هيعرفوا إن انتي واحدة فارغة من جوه، فاضية. الراجل بيضرب المثل بأبوكي وشايفه حاجة واو، شايفه حاجة كبيرة، ومتشرف ان هو جه ناسبك ودخلوا بيتك وقعدوا معاكي، وابوه جه وكلم ابوكي وبقوا نسايبك، وكل ده ومستقلة من نفسك. يبقى انت ما تستحقيش الراجل ده بجد، او الشاب اللي اتقدم لك ده.
يستحق واحدة عندها ثقة أحسن منك. ده لو هيتجوز بنت مين في الدولة أقل منك بكتير وعندها ثقة في نفسها وشايفة أبوها ده حاجة واو ورفعاه فوق كده، هيشوفها حاجة واو ورفعاه فوق. شافها إن هي منزلة أهلها تحت ومقللة من أهلها، هيشوفك كده. انت ما تستحقيش الراجل ده، وكويس انت فركشتي وبعدي عنه. مادام هتبقي عايشة في حساسية طول الوقت شايفة ان ابوكي كده ليه وظيفته اصلا تشرف اي حد، راجل محترم اتشال على الراس وانت سبب في زعله. النهار دخل المستشفى بسببك عشان حس ان هو طول السنين دي كلها كان بيفحت في الارض على الفاضي. كان فاكر ان انت هتقدريه، كان فاكر ان هو لما يعيشك في المستوى ده كل يوم هتدعي له كده ربنا يخليكي لنا يا بابا زي ما عزتني وكرمتني وجبتلي واشتريتلي وسويتلي. كان فاكر ان هو هيلاقي كده، لكن للأسف الراجل لقى عكس كده، انجلط راح المستشفى. حسبي الله ونعم الوكيل بجد في الأبناء اللي زي دول، اللي ما بيقدروش تعب أبهاتهم، تعب أمهاتهم. لكل واحدة بتتفرج عليا أو كل واحد بيتفرج عليا، اتشرفوا بشغل أهاليكم أيا كان وظيفة أهاليكم إيه. يكفي إن أبوك وأمك نيموك على سرير نظيف، بيت بسقف، حموك من الوحوش اللي بره في العالم، علموك أحسن تعليم، وفروا لك أفضل بيئة للمذاكرة، وفروا لك فلوس تعرف تاكل وتشرب أنضف أكل، ما بخلوش عليك وجابوا لك عربية في يوم من الأيام، ما بخلوش عليك وساعدوك واتداينوا عشان يجوزوك ويجيبوا لك بيت، أو اتداينوا عشان يجوزوكي ويجيبوا لك جهازك. يعني حوطوا عليكم من طوب الأرض اللي كان بيجيب في سمعتكم أو شرفكم أو عايز ينهشكم. أيا كان أبوك وأمك إيه، دول اتشالوا على الراس. واللي ما يحترمناش أو يقدرنا بوظيفة أهالينا ما نبصلوش ما نحترموش. لأن اللي عنده فكر إن الناس الناجحة في المجتمع أو يمتلكوا الأموال بيبصوا انت كنت ايه زمان، طبعا هنبص كنت ايه زمان وهنشوف وضعك ايه ودنيتك ايه، ولكن هنشوف اخلاقك ايه وتربيتك ايه وانت اصلك وفصلك ايه. الناس ما بتتقاس بالفلوس، واكتر ناس متواضعة الناس اللي مادتها كويسة، لان هي بتبقى مقدرة قوي التعب والفلوس دي جت ازاي. انت تفكيرك مهمش، انت محتاجة تقعدي كتير تفكري، محتاجة تذاكري كتير قوي، محتاجة تقعدي مع ناس كبيرة مثقفة كتير قوي تفهمي الناس دي عملت ايه في حياتها عشان توصل في اللي هي فيه. فلو تفكيرك كده حبيبة قلبي انت ما تستحقيش الولد ده، ان الولد ده ضرب المثل باكتر واحد انت شايفاه النهارده ان هو خبى عليك السر. انا مش شايفه ان هو سر بصراحه، شايفه السر كله عندك انت. نفسيتك من هنا مش كويسه، اتعالجي، بكلمك بكل امانه. انا عايزه اسمع رايكم في الكومنتات، ردوا عليها قولوا لها كلمه. واللي عنده مشكله وحابب يبعت مشكلته يكتب لنا رقم تليفونه عشان يتم التواصل معاه، ونستقبل مكالمات إن شاء الله من الأسبوع الجاي. أشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة في أمان الله. صباح الخير. البنت النهاردة بتقولي أنا عرفت إن بابا
بيشتغل شغلانة صعبة قوي، حطني في موقف في نص هدومي، وانا طول السنين دي كلها فاكرة ان هو حاجة وان معيشتنا دي حاجة، ولكن عرفت ان بابا في الاخر بيشتغل حاجة تانية خالص. آخر وظيفة تخطر على بالي إن أبويا أنا اشتغل الشغلانة دي. اللي هتسمعوه النهاردة ده صدمة لأي حد بيتفرج عليا، خصوصا أنا مصدومة إن في بنت تتكلم على أبوها بالطريقة دي، تقولي أنا بنت عايشة عمري كله مرفهة، كل احتياجاتي بتجيلي لحد عندي، ما عنديش أي شيء خالص. للأسف الشديد جدا بابا طول عمره معودني إن أنا أي حاجة أتمناها بعمل كده، بس كده الحاجة دي تبقى عندي. أحدث موبايل، أفضل لابتوب، أحسن جامعة دخلتها في مصر، أحسن تعليم، كل حياتي ماشية تمام. لحد ما جيت في سنة تانية جامعة ماما تعبت قوي وتوفاها الله، وبابا هو اللي بدأ يرعانا لوحده ورفض فكرة الجواز وسخر حياته كلها ليا أنا وأختي التانية. إحنا أختين بنات، أختي في ثانوية عامة وأنا الكبيرة. لكم أن تتخيلوا يا جماعة البنت دي جاية تفجر مفاجأة عن أبوها اللي بالصدفة البحتة، الصدفة عرفت بيشتغل إيه، فشايفة إن ده قمة العار اللي انت عملته فينا يا بابا. هي ليها حق، بس برضو اسمعوا اللي حصل. البنت دي بتقولي أنا حبيت ولد معايا في الجامعة وارتبطنا ببعض، وأنا عارفة إن أبو الولد ده بيشتغل في بوزيشن عالي أوي في البلد، وضعه حلو جدا، وعرفت كمان إن أبوه عنده سواق وعنده مصانع، وأبوه ما بيسوقش عشان هو شخصية معروفة، وعنده عمال بيشتغلوا تحت ايديه ودنيا وليلة كبيرة قوي. يعني الراجل مالتي ملياردير والوضع المادي كويس جدا، وأسرة الولد ده واو. فطبعا البنت بصت لمستوى أعلى، بوزيشن أفضل، وضع أفضل. والبنت دي بتقولي بابا بيمتلك مجموعة شركات للعمالة اللي بيشغلها تحت ايده، الأمن والسكيورتي اللي بيوزعهم على المصانع والحاجات دي، أبوها اللي ماسك المجال ده كله وعنده البيزنس بتاعه الخاص. يعني الراجل فعلا مستواه المادي كويس، هو كمان وضعه تمام وأموره تمام. نيجي بقى للمشكلة. البنت دي اكتشفت حاجة، يعني أنا مش عارفة هل هي حاجة عيب، حاجة عادي، حاجة لأ، معرفش. بس بالصدفة عرفت إن أبو الولد اللي بتحبه يعرف أبوها، والولد نفسه يعرف أبوها، فكانت فرصة سعيدة تعرفوا على بعض الاتنين، والاتنين مبسوطين والاتنين حلو قوي مع بعض. راح الولد مكلم أبوه أنا عايز أخطب زميلتي في الجامعة فلانة الفلانية.
ايه ده انا عارف ابوها ده ونعم الرجال ونعم الاخلاق. يلا اروح اشوف البنت. فبتقولي جم البيت زارونا وشافونا، اتعرفوا علينا واتفقنا على ميعاد خطوبة، وبابا طلع عارفهم وكل الامور ماشية تمام، واتخطبنا وزي الفل مفيش حاجة خالص. وفي يوم كنت خارجة أنا وخطيبي عادي جدا، قاعدين مع بعض في مكان بناكل وبنتكلم، لقيته كان بيتكلم عن الكفاح والتعب وقد ايه بيحب الراجل اللي بيبني نفسه من الصفر، وانه اتولد لقى ابوه غني بس على الرغم من كده مش بيعتمد عليه كتير وهو زيه زي اي شاب والكلام ده كله. لحد ما اتفتحت سيرة أغرب حاجة، البنت بتقولي أنا أسمع لقيته بيضرب المثل ببابا. على سبيل المثال يا فلانة أبوكي زمان كان يعني بيشتغل أمن حراسة في الكومباوندات، وأيام ما كان شغال أمين مخزن مش عارفة في إيه، وشغال بتاع حراسة في إيه وإيه، وأبوكي اتمرمط وأبوكي شال وحط لحد ما يوصل النهاردة لمكانته. النهاردة فاتح شركة أكبر شركة أمن في مصر، هو اللي بيصدر العمالة بتوعة توظيف الأمن للكومباوندات والمولات والشركات والشخصيات العامة. أبوكي كان أكبر مثال. ده أبوكي كان زمان اشتغل عند بابا في الحتة الفلانية ومن ساعتها بقوا أصحابه. هو الواد كان بيتكلم عادي جدا، ولكن البنت صعقت لما عرفت إن أبوها كان بيشتغل كده زمان أوي، وكمان لما عرفت إن هو كان بيشتغل تحت إيد أبوه صعقت أكتر، وما كانتش تعرف أي حاجة عن الحاجات دي، إن أبوها زمان كان شغال حراسة في إحدى الأماكن. وأنا مش عارفة بصراحة إيه العيب اللي البنت بتقولي أنا جيت واجهت بابا في البيت، قلت له هو أنت فعلا كنت بتشتغل كذا 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 واشتغلت عند الراجل ده كذا كذا كذا، والنهاردة أنت بقى عندك الحاجات دي، والراجل ده غني وهو اللي ساعدك وهو اللي اداك الفلوس وهو شغلك ودخلك في المجال ده؟ قال لها اه. مين قالك الكلام ده؟ قالت له خطيبي. انت ليه خبيت عليا؟ قال لها اخبي عليكي ايه؟ انا مفيش حاجه مخبيها عليكي. انت كده بتقلل مني، انت كده بتخليهم يعني احنا كنا حرس عندهم زمان، يعني احنا اقل منهم والبنت قلت ادبها على ابوها كده. الاب صعق من الكلام. خدت بعضها اتصلت بخطيبها، فركشت الجوازة او الخطوبة، قطعت علاقتها بيه تماما. بعد تقولي ابويا النهارده في حزن شديد، نام صحي بيعاني من جلطة في القلب وكان هيموت، ودينا المستشفى وعمل عملية يعني عملية في القلب، مش فاكرة ايه نوع العملية اللي كان بالك. الأب تعب جدا، وبتقول أنا السبب في زعل بابا، وأنا خطيبي مش لاقي أسباب إن أنا فركشت، ولكن أنا شايلة في نفسي جدا وعارفة أو خايفة بعد الجواز يجي يعايرني يقول لي أبوكي كان بيشتغل عندنا وأبوكي وأبوكي وأبوكي، وأنا مش عارفة أكمل في موضوع زي ده ولا أنا صح إن أنا فركشت. ومع العلم إن هما دلوقتي مستعطفين موقفي عشان أبويا في المستشفى ولسه يدوب خارج ما بقالوش كام يوم، وأنا مترددة مش عارفة أعمل إيه. فهي بعد تاخد رأينا هي ليها حق ولا ملاش حق.
أنا عايزة أسمع آرائكم طبعا طبعا، لا شك، لأن كل التفكير إنسان مختلف عن التاني، فأنا هسمع آراء مختلفة. أنا من وجهة نظري أنتي واحدة قليلة الأدب، أنتي تروحي تتكلمي مع أبوكي وتقولي له هو أنت كنت زمان بشغال بتحرس مش عارف إيه، ورايحة تعايريه عشان النهاردة هو اللي يعني سف التراب زي ما بيقولوا، النهاردة معيشك في مستوى وجايب لك أحدث موبايل وأحدث لابتوب على كلامك وأفضل جامعات وحياة حلوة، والراجل مرفهك ومعيشك برنسس. دي جازات بابا تعملي معاه كده؟ انتي مين قالك ان الرجولة ما بتجيش بالشقة؟ مين قالك ان كل الاغنياء اغنياء العالم اللي شايفاهم النهاردة اغنياء ما كانوش في يوم من الايام بيسفوا التراب؟ مين قالك ان هم اتولدوا في بقهم في معلقة من ذهب؟ ده اللي قالك كده او وصلك المعلومة دي فاشل. وحتى لو واحد اتولد ولقى اهله اغنياء، جده او ابوه او ايا كان مين هو اللي كان السبب في الغناء اللي هو فيه النهارده، ان سف التراب ونحت في الصخر عشان يبقى معاه فلوس وضعه يبقى بالوضع ده. فانت لو في تفكير في دماغك ان احنا كبشر الفلوس هي اللي عامله لنا قيمه، مش احنا اللي بنعمل قيمه للفلوس، تبقى انت واحده، انا اسفه بجد، انا اسفه انها غلط، مش واحده غبيه. غبيه ان الغباء ده نسب، في فرق. انا لما اقول لك غبيه بشتمك، في فرق اقول لك غبيه انك ما فكرتيش 1%. ابوكي راجل شقي، تعب، نحت في الصخر، سف التراب، اشتغل شغلانة محترمة شريفة، جاب قرشه بالحلال، عمل شركاته بالحلال، وبقى في الوضع اللي هو فيه النهاردة عشان يخليكي برنسس ويعيشك ويديكي فلوس وتروحي وتيجي وتعيشي وتخلي الناس دي تبصلك، وخلاكي بني آدمة ذات قيمة عشان الناس دي تبصلك. والنهارده رايحة تعايري أبوك تقولي له هو أنت خبيت عليا؟ هو أنت إزاي ما تقوليش؟ يعني أنت كنت شغال خدام عندهم؟ إيه ده؟ إيه مستوى الحوار المتدني اللي أنت وصلتي له ده؟ أنا شايفة الغلط جاي من عندك، وعندك قلة ثقة في نفسك، وعندك غرور، وللأسف يمكن الحاجة اللي أبوكي معرفش يربيكي فيها أو يعني ما كسرهاش عندك، حتة إنك شايفة الناس بفلوسها أو بالعربية اللي راكباها أو بالمكان اللي عايشة فيه. لا، إحنا اللي بنجيب الفلوس، إحنا اللي بنجيب العربيات، إحنا اللي بنجيب البيوت، إحنا اللي بنجيب كل الكلام ده. مش الفلوس هي اللي بتجيب البني ادمين. الناس دي لو قعدتي معاها وسمعوا عقليتك دي وافكارك دي، هيعرفوا ان انت واحده فارغه من جوه، فاضيه. الراجل بيضرب المثل بابوكي وشايفه حاجه واو، شايفه حاجه كبيره، ومتشرف ان هو جه ناسبك ودخلوا بيتك وقعدوا معاكي، وابوه جه وكلم ابوكي وبقوا نسايبك، وكل ده ومستقلة من نفسك. يبقى انت ما تستحقيش الراجل ده بجد، او الشاب اللي تقدم لك ده يستحق واحدة عندها ثقة احسن منك. ده لو هيتجوز بنت مين في الدولة
اقل منك بكتير وعندها ثقة في نفسها وشايفة ابوها ده حاجة واو ورفعاه فوق كده، هيشوفها حاجة واو ورفعاه فوق. شافها ان هي منزلة اهلها تحت ومقلة من اهلها، هيشوفك كده. انت ما تستحقيش الراجل ده، وكويس انت فركشتي وبعدي عنه. مادام هتبقى عايشة في حساسية طول الوقت، شايفة ان ابوكي كده ليه وظيفته اصلا تشرف اي حد، راجل محترم اتشال على الراس، وانت سبب في زعله. النهار دخل المستشفى بسببك عشان حس ان هو طول السنين دي كلها كان بيفحت في الارض على الفاضي. كان فاكر انت هتقدريه، كان فاكر ان هو لما هيعيشك في المستوى ده كل يوم هتدعيله كده ربنا يخليكي يا بابا، زي ما عزتني وكرمتني وجبتلي واشتريتلي وسوتلي. كان فاكر ان هو هيلاقي كده، لكن للأسف الراجل لقى عكس كده، انجلط راح المستشفى. حسبي الله ونعم الوكيل بجد في الأبناء اللي زي دول، اللي ما بيقدروش تعب أبهاتهم، تعب أمهاتهم. لكل واحدة بتتفرج عليا أو كل واحد بتفرج عليا، اتشرفوا بشغل أهاليكم أيا كان وظيفة أهاليكم إيه. يكفي إن أبوك وأمك نيموك على سرير نظيف، بيت بسقف، حموك من الوحوش اللي بره في العالم، علموك أحسن تعليم، وفروا لك أفضل بيئة للمذاكرة، وفروا لك فلوس تعرف تاكل وتشرب أنضف أكل، ما بخلوش عليك وجابوا لك عربية في يوم من الأيام، ما بخلوش عليك وساعدوك واتداينوا عشان يجوزوك ويجيبوا لك بيت، أو اتداينوا عشان يجوزوكي ويجيبوا لك جهازك. يعني حوطوا عليكم من طوب الأرض اللي كان بيجيب في سمعتكم أو شرفكم أو عايز ينهشكم. أيا كان أبوك وأمك إيه، دول اتشالوا على الراس. واللي ما يحترمناش أو يقدرنا بوظيفة أهالينا ما نبصلوش ما نحترموش. لأن اللي عنده فكر إن الناس الناجحة في المجتمع أو يمتلكوا الأموال بيبصوا انت كنت ايه زمان، طبعا هنبص كنت ايه زمان وهنشوف وضعك ايه ودنيتك ايه، ولكن هنشوف اخلاقك ايه وتربيتك ايه وانت اصلك وفصلك ايه. الناس ما بتتقاس بالفلوس، واكتر ناس متواضعة الناس اللي مادتها كويسة، لان هي بتبقى مقدرة قوي التعب والفلوس دي جت ازاي. انت تفكيرك مهمش، انت محتاجة تقعدي كتير تفكري، محتاجة تذاكري كتير قوي، محتاجة تقعدي مع ناس كبيرة مثقفة كتير قوي تفهمي الناس دي عملت ايه في حياتها عشان توصل في اللي هي فيه. فلو تفكيرك كده حبيبة قلبي، انت ما تستحقيش الولد ده، ان الولد ده ضرب المثل باكتر واحد انت شايفاه النهارده ان هو خبى عليك السر. انا مش شايفه ان هو سر بصراحه، شايفه السر كله عندك انت. نفسيتك من هنا مش كويسه، اتعالجي، بكلمك بكل امانه. انا عايزه اسمع رايكم في الكومنتات، ردوا عليها، قولوا لها كلمه. واللي عنده مشكله وحابب يبعت مشكلته يكتب لنا رقم تليفونه عشان يتم التواصل معاه، ونستقبل مكالمات إن شاء الله من الأسبوع الجاي. أشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة، في أمان الله.